وعاد العلم الوطني ليرفرف فوق تعز، معانقا سماء المدينة المعجزة، وناقلا تحيات شوارعها الملتاعة شوقا إلى الأعلى، هناك حيث الشهداء. عاد وهج الحياة من على قلعة القاهرة التي كانت قد أضحت موئلا للموت بعد غزو قطعان الميليشيات لها. تعز تتطهر، وطهارة تعز تعني استعداد الوطن لإقامة الصلاة على جسد الانقلاب لتشييعه نحو مقبرة العار. وإن كان الانقلاب وصناعه من القتلة رجسا لا تجوز عليه الصلاة. الأحد 16 من أغسطس، احتفظوا بهذا التاريخ في ذواكركم، فهو يوم للخلود وليس للنسيان، إذ تواصلت فيه أعمال تحرير تعز من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، والهدف هذه المرة مبنى الأمن السياسي. بالدبابات تم دك المبنى الذي يتحصن فيه أفراد الميليشيا منذ الفجر استعدادا لاقتحامه، ولم يأتي الظهر إلا وقد تطهر المبنى العتيد، وكان الثمن أرواح ثلة من خيرة الشباب الذين ارتقت أرواحهم. لكن لكل شيء ثمن، وتعز أكثر من يدرك ذلك. قبل الأمن السياسي كانت قلعة القاهرة قد تطهرت، وعلى التباشير الفرح منها، وكما اتخذها الغزاة موقعا لقهر المدينة حن الدم فيها وعادت لتقهرهم من جديد. منطقة صينة ومنطقة كلابة وجبل صبر بالكامل كلها في قبضة المقاومة، وشبابها على بعد أمتار من معسكر القوات الخاصة ومن مبنى القصر الجمهوري. وفي ظل كل هذه الانتصارات خرج الرجال في مواكب النصر، ترافقهم ابتسامات الأطفال الذين فقدوها طيلة أيام القصف، وزغاريد النساء اللواتي شعرن بمعنى الحرية من جديد. وابتسامات الشوارع المنكوبة والتي رأت في وجوه الرجال ريا بعد ظمأ، وأملا بعد ألم، ومنحة بعد محنة، وفرجا بعد كرب، ورخاء بعد شدة، وابتسامة بعد شلال دموع. بفضل الله سبحانه وتعالى اليوم الشارع التعزي يشعر بغبطة وفرحة لا تعادلها إلا فرحة اليمنيين أيام سقوط الإمامة والكهنوت سابقا، وفرحة أيضا 2011 حينما خلع المخلوع واليوم يتجدد خلعه نهائيا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعيش فرحة وأمل يتجدد بدولة مدنية حديثة بإذن الله سبحانه وتعالى. تعز صنعت انتصاراتها بنفسها، سهمها الذهبي هو رجالها وأبناؤها وقادتها. النصر والفرحة هذه الكبيرة نهديها إلى أسر الشهداء، إلى أرواح الشهداء، إلى كل أبناء تعز الأحرار. تعز انتصرت انتصرت انتصرت. وفي مبنى المحافظة الذي دخلته قيادة المقاومة اليوم وهي تنحني بكل إباء لله بعد أن كسرت ظهور الخانعين للبشر من مقبلي ركبة السيد ويد الزعيم الرجيم. التقينا رجل تعز الذي ضحى بولده وأخيه وخاله وعدد من أقربائه الذين قدمهم قربانا لله وللوطن. الشيخ حمود سعيد المخلافي قائد المقاومة الشعبية في تعز معنا الآن. الشيخ حمود، لمن تهدي تعز هذا الانتصار الذي تحققه اليوم؟ زرنا أخيرا مبنى محافظة تعز الشامخ الآن وليس قبل، واسترديناه من أيادي عابثة فاسدة منذ عشرات السنين. فلينعم ابناء تعز أنهم استردوا حقوقهم بقوة. الله أكبر.
ولقد زرنا قبل ساعتين بعد سقوط قلعة القاهرة بنصف ساعة. زرنا القاهرة. بعدها قلنا نزور الأمن السياسي وزرناه بين الدماء. أما الإهداء يا شباب، فلا أجد إهداء أكثر من نهدي نصرنا هذا، لا أقول للرؤساء ولا الزعماء، ولكن لدماء الشهداء والجرحى. وفي حين زحفت الميليشيا على أرض الوطن كسرب جراد التهم كل ما أمامه، تزحف المقاومة التعزية اليوم عليهم بأثر عكسي. ولأن تعز حاملة للمشروع الوطني الجامع، فالأعين تنصب الآن على تطهير الوطن، كل الوطن. طارق البنا، قناة اليمن، تعز.